نعطيكم ملاحظه برك مهمه. يعني اللي يقرا القران هذا فان الله اصطفاه. حنا قاعدين نفهموا الدنيا هذه، نفهموا فيها بالمقلوب. انسان كي ما يقراش القران يقول لك انا مانيش قاعد، انا ما قعدتش، انا ما سما عند روحه هو اللي يتحكم، سما هو اللي انا ما حبيتش نجي نقرا القران، انا اللي ما حبيتش نجي، علاه انا مانيش قاعد، انا كذا. وهي العكس، هي العكس. اللي يجي يقرا القران شوفوا كيفاش تبدلوا التخمام تاعكم. اللي يجي يقرا القران ولا اللي يدير اي عباده فان الله وفقه لتلك العباده. يعني يحمد الله عز وجل يوفقه لهذه العباده، لان اللي ما يقراش تما ما توفقش لهذه العباده. كاين اقوال من اقوال التابعين يعني والناس اللي يفهموا القران، اللي يفهموا الدنيا مليح، واش يقول لي؟ اصبت ذنبا فحرمت. شو زي ما يخمم، واش كيما حنا تقول انا ما صليتش هذيك الجماعه، تبان لك بلي انت ما حبيتش تروح ولا انت ما قدرتش، عندك اشغال ولا لا. خممتي خلاف، خمم باللي الله ما وفقكش، تدعي الله عز وجل يوفقك. وهذه التخمام كي تخمم هكا يعني تغير التخمام تاعك، تبدل فيك حوايج بزاف، تبدل انت كي ما توفقش العباده. واش هي؟ تحاسب نفسك، تستغفر الله لانك ما وفقكش العباده هذيك على جال الذنوب تاعك، فتولي تستغفر الله عز وجل، تحاسب نفسك، وكي تتوفق للعباده تولي تحمد الله عز وجل اللي وفقك تلك العباده. يعني قلنا كاين آيات عظيمه واحاديث عظيمه تحدث على فضل القران والناس اللي يعني يتبعوا القران. كاين الصحابه يقول لك يعني كاين اقوال يعني كثيره، منها يقول لك الانسان الطالب هذا يتعلم القران والقران يعلمه كل شيء. يعني القران هذا فيه كفى انه يعني كلام الله يعني عز وجل، كفى به فضلا انه كلام الله، وفيه يعني يعني توجيه تاع الدنيا هذه، الحلال والحرام، يعني فيه كل شيء. انسان كي يقرا القران راهو ويقرا التفسير تاعو، راهو القران والسنه تغنيه عن كل شيء، يعني هي اهم حاجه في هذه الدنيا. لذلك يعني نتمنى من الطلبه ان شاء الله ثم كبار وجامعيين ان شاء الله، انسان اكبر حاجه يهتم بها هي القران، هو ام العلوم. الانسان تلقاه يجي لنا الجامعه يبدا يدخل في العلوم ويتشعب وكذا وهو مش قاري القران. لا، الانسان يبدا بالقران ومن بعد يتشعب العلوم الاخرى. يعني الحديث عن القران وفضله ويعني واش لازم واش ماشي لازم يعني يطول، ولذلك يعني